يا مساء الفل، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ والله العظيم وحشيني جدا جدا يا جماعة. مش عارفة ليه الحقيقة بقالي كتير قوي كده ما عملتش حلقات اتكلم معاكم فيها. وبرضو مش عارفة ليه رجعت فجأة. ولكن الشيف اي حبيبي رجعت، فيعني هي هترجع وانا لأ ليه يعني. آه وبرضو مش قادرة اقول لكم على مبرر انا ليه غبت بسببه، لان انتوا يعني لما بتسمعوش الحلقات انا ما بطلبش منكم مبرر، فممكن نعدي الدنيا لبعض شوية. اوكي، ما علينا، نخش في موضوع حلقة النهاردة. آم، احلى حاجة في الدنيا الوحدة، واوحش حاجة في الدنيا برضو الوحدة. الجملة دي لوحدها كفيلة تلخبطك وتلخبط اي حد، بس الصراحة انا بحسها قوي وبفهمها. انا النهاردة مش جاية احكي قصص، انا هقول افكاري زي ما هي عن حاجة أغلبنا عدى بيها، أو بيعدي بيها، أو بيهرب منها، أو بيجري وراها وهو مش واخد باله. الوحدة. أحد أهم الأسئلة اللي أنا بطرحها على نفسي في موضوع زي الوحدة. الوحدة دي حل ولا عقاب؟ في أوقات كتير الناس بتشوف الوحدة على إنها حاجة سلبية، أو زي ما بيقولوا كده وصمة عار. انت وحيد فأكيد فيك حاجة غلط، حاجة بقى غلط في شخصيتك، في شكلك، في طبعك، في في تصرفاتك. أكيد في حاجة غلط انت بسببها لوحدك. بس في أوقات تانية الوحدة بتبقى حل، بتبقى طريقة الواحد يلم نفسه ويعيد ترتيب أفكاره ويهدى بيها. بعيدا عن نظرة المجتمع في موضوع زي موضوع الوحدة ده ومواضيع تانية كتير بتطلع غلط. الوحدة مش حاجة وحشة. اوكي، احيانا بتبقى حاجة وحشة لما يبقى فعلا الشخص فيه حاجة غلط، بس خلينا نرجع نقول انه ما زي ما في 50% ناس مش كويسة، في 50% لسه ناس كويسة. فالناس الكويسة ولسه حاسة بوحدة دي، سواء هي بمزاجها او مش بمزاجها، ليه بتبقى عايشة في وحدة؟ انا بالنسبة لي لما ببص على الوحدة كحل، بلاقيها حل لانه انا مثلا لما بحس الدنيا دوشة او الناس كتير حواليا بس انا مش لاقية نفسي، بلجأ للوحدة. مش هروب، بس نوع من انواع الصمت اللي بيشيل الدوشة اللي جوه دماغي. انا محتاجة افصل. ومش هفصل بمعنى بقى لا احنا نستجم ده هبل. انا بتكلم على حتة ان انت تفصل عشان تنقي افكارك وتعرف انت مين وانت عايز ايه وانت بتعمل ايه وانت ايه بيضايقك وايه ما بيضايقكش. بتحط لنفسك السيت اب من اول وجديد، بتعمل لنفسك اعادة ضبط مصنع من الاخر لما بتقعد لوحدك. تاني سؤال بيبقى ليه ممكن حد يحب الوحدة رغم ان الوحدة زي ما بقول ان هي حاجة حلوة وحاجة وحشة، بس المتعارف عليه ان الوحدة وحشة، وان الوحدة حاجة محدش المفروض يحبها. فليه ممكن نحب الوحدة؟ في ناس كتير قوي بتخاف من الوحدة، وبتحس ان هي دليل على الفشل الاجتماعي او انها علامة على الحزن. بس انا بشوف ان اللي بيحب الوحدة ده مش ضعيف، بالعكس. ده شخص عارف يتعامل مع نفسه كويس جدا، مع صمته، مع أفكاره. ودي حاجة مش سهلة. في ناس بتخاف تقعد لوحدها، آه، بتخاف تواجه نفسها، بتخاف تبص لنفسها في المراية كتير، بتخاف من الفكر اللي بيجيلها ما بينها وما بين نفسها، وبتتهرب من إنها ترد عليه. يعني انت حتى مش بتواجه حد غريب، انت بتواجه نفسك وأفكار في دماغك مش موجودة وما بتتقالش بصوت عالي، وخايف برضو تواجهها. فالوحدة ساعات بتبقى المكان الوحيد اللي بنعرف فيه احنا مين. لما كل الأصوات الخارجية تسكت والأضواء تطفي، ساعتها بيظهر لنفسك وشك الحقيقي في المراية. انت ايه بيضايقك وايه مش بيضايقك، انت فعلا عايز كذا ولا مش عايزه. كل الآراء بتاعتك بتبدأ تظهر بجد بدون ما تسمع فكرة حد تاني، أو تشوف نظرة شخص آخر في وجهة نظرك.
كل التأثيرات الخارجية بتروح وبتزول مجرد ما انت بتقعد لوحدك، لان كل الفلاتر اللي بره اتشالت، انت قاعد لوحدك بقى. فهي بتظهر انت مين بجد. أه هل ان شخص يبقى لوحده ده معناه ان هو مفيش ناس في حياته؟ لان في ناس كتير قوي بتفضل الوحدة، رغم ان في، مش هقولك عشرات، هقولك ملايين صحاب، ملايين معارف، ملايين حبايب، ملايين ناس كتير قوي، عيلة بقى، قرايب من بعيد من قريب، صحاب شغل، صحاب، في ناس كتير قوي في حياتك، وانت برضو بتبقى مختار ان انت تبقى وحيد. اصعب نوع من انواع الوحدة ان انت تبقى محاط بناس كتير بس حاسس ان انت مش مفهوم او مش شايف نفسك فيهم. وفي فرق ما بين ان انت بتدي لنفسك quality time وبين ان انت فعلا لوحدك. ده بيحصل كتير في تجمعات كبيرة وسط اصحاب، وسط عيلة، بتحس ان انت شبح، بتضحك وتتكلم بس في جواك فراغ. فالوحدة الحقيقية مش ان انت تبقى لوحدك، الوحدة الحقيقية ان انت تبقى لوحدك وسط الناس. في ناس وفي اشخاص وفي باب ان انا ما بقاش لوحدي، بس انا برضو حاسس ان انا لوحدي. والوحدة الحقيقية هي الوحدة اللي انت مش مختارها. فطول ما انت مختار ان انت تبقى لوحدك في اوقات واوقات لا، او طول الوقت بس بمزاجك، انت دلوقتي مش وحيد. بس لو انت محطوط في الامر الواقع ان انت لوحدك، فانت وحيد للأسف. وده يخليني اتطرق لنقطة تانية، بتقول ان الوحدة مش مرض بس ليها اعراض نفسية. يعني في دراسة جامعة هارفارد عملتها، بتقول ان الاشخاص اللي بيعانوا من وحدة مستمرة عندهم فرصة اعلى للاصابة بالاكتئاب بنسبة 64%. فالوحدة اللي مش بمزاجك دي هي بتأثر على الجسم والمناعة، وبتأثر على كل حاجة. ليه؟ لان انت هنا هي دي فعلا الوحدة اللي تؤدي إلى الحزن، مش الوحدة اللي هي بمعنى في اللغة العربية الفصحى الخلوة دي اللي انت بقى الوحدة بمزاجك، انا بفصل وبفكر وبعيد ترتيب افكاري والكلام ده كله. بس الوحدة اللي مش بمزاجك هي اللي بتؤدي لكده. وفي احصائية تانية بتثبت ان الوحدة بقى اللي هي الخلوة بقت اختيار دلوقتي مش عقاب. لان في احصائية من 2021 من ريسيرش سنتر، انا مش عارفة اقول اسمه بيو تقريبا بتقول ان 38% من الشباب بقوا انه بيقولوا ان هم بيفضلوا يكونوا لوحدهم عن ان هم يكونوا في علاقات شخصية مرهقة. فده معناه ان احنا بقينا الحمد لله في وجود جيل جديد بدأ يعيد تعريف مفهوم الراحة والعزلة. وأعتقد المفهوم ده عندنا في الإسلام أساسا. يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان كل شوية بيطلع فوق جبل ويعيد ترتيب أفكاره حتى بعد ما اتجوز. يعني ده ملهوش دعوة بإنسان وحيد ولا مش وحيد، هو بيعيد أفكاره مرة تانية ويرتب أفكاره ويحاول يعيد تواصله مع نفسه. المديتيشن مثلا والحاجات دي كلها تندرج تحت بند ان الانسان بيعيد تواصله مع نفسه والوحدة الاختيارية. فكل الكلام ده كلام كويس جدا، ولكن دايما بيبقى فيه ثغرة في كل حاجة. يعني اي حاجة في الدنيا اذا زادت عن حدها بتتقلب ضدها. الوحدة المؤقتة وأحيانا كتير جدا بتتحول لإدمان. ففي ناس بقت بتتعود على راحتها الزايدة عن اللزوم لدرجة إن هي ترفض الدخول في علاقات، سواء كانت عاطفية أو صداقة أو أي حاجة، حتى لو كانت العلاقات دي 100% مضمونة إن هي علاقة صحية. حتى لو أنا فاهم ومتأكد والناس حلفاني 100 يمين ان الشخص اللي قدامي ده شخص كويس. فدي
هنا الحالة دي اسمها انقلاب لعزلة اجتماعية مزمنة. الشخص بقى خلاص هو حابب ان هو لوحده، فدي مشكلة لدرجة ان في جامعة قالت ان الوحدة المستمرة اخطر من السمنة على الصحة العامة. انت متخيل ان انت بتعمل كده في نفسك؟ دي اخطر بكتير من السمنة اللي هي اصلا بتوقف اعضاء في الجسم وتعمل مصايب، دي اخطر منها بقى. طيب، هل نحب الوحدة ولا نخرج منها، نتهرب منها؟ وفي كيور او علاج للوحدة الاجبارية دي ولا لا؟ بص، في النهاية انا هسأل سؤال دايما انا بسأله لنفسي: هل الوحدة اللي انا فيها دي وحدة بمزاجي ولا غصب عني؟ دي اول حاجة. انا مش هسأل سؤال واحد، انا هسأل كذا سؤال، سوري. بمزاجي ولا غصب عني؟ طيب، تاني حاجة، انا عارفة اقعد مع نفسي وواجهني زي ما اكون بواجه اي حد في العالم، ولا بتهرب مني؟ طيب، هل انا لوحدي عشان انا مرتاحة في الوضع ده، ولا انا لوحدي عشان مفيش اختيار تاني؟ في برضو سؤال كمان، انا لوحدي عشان انا مرتاحة، ولا عشان تعبت من الناس؟ برضو في فرق كبير جدا ما بين انا مرتاحة مع نفسي ولا لا، وما بين انا مرتاحة مع الناس ولا لا. ففي الحالتين انا بتحرم من اوبشن، بس كل اوبشن فيهم بيؤدي على مشكلة تالتة، لانه انا ممكن تعبي من الناس يخليني اتطرق لمعرفة ناس مش احسن حاجة، وممكن وحدتي بان انا قاعدة لوحدي مش بمزاجي تخليني احس ان الغلط فيا. فكل دي اسئلة بتبقى مهمة جدا. وغير ده، هل انت دايما متعود على فعلا ان انت تواجه نفسك ولا لا؟ لانه حتة ان في ناس فعلا مش قادرة تقعد تواجه نفسها بكلمتين، او تخاف تتكلم مع نفسها، او اي وقت تلاقي فيها ان هي قاعدة لوحدها تشغل نفسها في شغل، في اغاني، في اي حاجة، ما بتديش لنفسها الكواليتي تايم المطلوبة، ما تقعدش ترسم على ورقة الافكار اللي في دماغها، ما تعرفش تقعد تكتب هي نفسها تقول ايه، حتى لو في مسج. انا مش بقولك افتح نوت بوك، مش لازم تفتح نوت بوك، على مسج كده اقعد تكلم نفسك: انا حاسس كذا تجاه كذا، وحاسس كذا تجاه كذا. بس فكرة ان انت بتكبت مشاعرك ومش عارف تطلعها، او مكسوف ان انت تطلعها حتى قدام نفسك، دي مشكلة. طالما انت مش قادر تسمع نفسك، تفتكر مين هيبقى مستعد ان هو يسمعك؟ ولو عرفت تجاوب اكيد هتعرف انت محتاج ايه فعلا. وبس كده. يا رب تكون الحلقة عجبتكم، ويا رب تكون عودة حميدة من بعد غياب تقريبا شهرين، حاجة زي 3 شهور كمان. وإن شاء الله هحاول أعود نفسي ما غيبش قوي كده. تصبحوا على خير.